السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. سيدنا، كيف نثبت أنه ليلة 23 من شهر رمضان هي ليلة القدر؟ لأنه كما متعارف عند إخواننا أبناء العامة أنه ليلة 27 من شهر رمضان هي ليلة القدر. تفضلوا سيدنا. الإمام الصادق عليه السلام يذكر أنه أي رواية مطابقة للقرآن الكريم اعملوا بها، وأي رواية عن النبي تكون مخالفة للقرآن الكريم اضربوا بها عرض الجدار، فالأساس القرآن الكريم. نعم. أنا الآن راح أثبت لك أن ليلة القدر من نفس القرآن الكريم هي ليلة 23. تجي للآية 59 من سورة النساء المباركة. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ردوه إلى الله لوين؟ نعم. للقرآن الكريم. نعم. الآن يجي راح أثبت لك ليلة القدر من سورة القدر. نعم. هذه سورة القدر المباركة. نعم. السر الأول سورة القدر أن الحروف العربية التي نطقت بها سورة القدر نعم هي 23 حرف، لأن القرآن نزل باللغة العربية. والآية الثانية من سورة يوسف تقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. عربيا شنو؟ يعني الكلمات عربية، الحروف عربية. الحروف 28 حرف، الحروف الأبجدية: أبجد، هوس، حطي، كلمة، صعبة، سكرشت، سخر، تابرها. راح أبين لك إنه الحروف ما موجودة بسورة القدر هي الثاء، الصاد، الضاد، الضاء، الغين. هاي 5. نعم. أطرح 5 من 28 شو يطلع؟ 23. نعم. السر الثاني أيضا من سورة القدر. نعم. السر الثاني من تقرأ الآية الثالثة: ليلة القدر خير من 1000 شهر. نعم. طبعا. نعم. الشهر كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم. بحساب الجفر عند العرب كل حرف إلى رقم. يا حرف رقم 30. نعم. حرف اللام: أبجد، هوس، حطي، الياء 10، كلمة، الكاف 20، اللام 30. نعم. لاحظ من البسملة حتى مطلع الفجر كم لام بالصورة؟ نعم. تحسبهن طلع 23 لام. 23 لام. هذا السر الثاني. السر الثالث والرابع والخامس: هناك 3 آيات تتكلم عن نزول القرآن، وكل آية ضمن سورة. وهذه الآيات واحدة منها في سورة الإنسان. طلع سورة الإنسان. نعم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم. نعم. كبر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ايش قد رقمها؟ 23. نعم. الآية الثانية بعدها سورة الزمر. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ايش قد رقمها؟ 23. الآية الأخيرة بسورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ايش قد رقمها؟ 23. إذن هذه 3 آيات، كل آية داخل سورة يتكلم عن نزول القرآن، ورقم كل وحدة 23. السر السادس سر فلكي بهذه الآلة الفلكية. تصور هاي الآلة. نعم. الفلكية. نعم. هذه قبل 20 سنة صنعت هاي الآلة الفلكية. نعم. لو نرجع بهذه الآلة، هاي الآلة شنو مولانا، شنو اختصاصها؟ هذه تطلع ليلة الهلال. نعم. تطلع ليلة الهلال. نجد أن كل
مذاهب المسلمين من كتبوا السيرة النبوية كلهم متفقين على أن الليلة اللي نزل بها القرآن هي ليلة جمعة. ليلة جمعة. فنرجع بهذه الآلة الفلكية نشوف هذا المخطط أنه دورة القمر 8 سنوات ثم تأتي 8 ثانية وهكذا إلى نهاية عمر الأرض. سنة 1 بعد الهجرة تصير 1، لكن 1 قبل الهجرة يكون 8. نعم. العد التنازلي فيكون 13 قبل الهجرة، كبرها هذه تكون 4، رقم 4 13 قبل الهجرة. نجي هنا من نخلي السهم الأحمر على رمضان، سهم الأحمر على رمضان، رقم 4 وين واقفة؟ على يا يوم؟ رقم 4 على يوم الخميس. من الخميس للخميس 8، للخميس 15، للخميس 22 ليلة الجمعة. ليلة جمعة. إذا مو طلعت 27. هذا رأي الشيعة، هاي طلعتها من القرآن الكريم. جزاكم الله خير الجزاء المحسنين سيدنا العزيز.